السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا شجرة الكرز في المنام. شجرة الكرز في المنام تدل على رجل ينال منه الرائي من منفعة، ورؤية شجرة الكرز المثمرة تدل على الربح والفوائد. شجرة الكرز بدون ثمار تدل على خسارة وضياع مال. رؤية شجرة الكرز المزهرة في المنام تدل على الأعمال التي تكون أرباحها مؤجلة. رؤية زراعة شجر الكرز في المنام تدل على مشروع نافع سوف ينتفع منه الشخص. قطع شجرة الكرز تدل على نهاية عمل أو مشروع، وإذا رأيت أنك تقطع أشجار الكرز يدل على الوقوع في هم كبير. بستان الكرز في المنام يدل على الثروة الكبيرة أو الميراث. تقليم شجر الكرز في المنام يدل على العناية بالرزق وتحسين المعاش. قطف الكرز في المنام من على الشجر يدل على نيل مال وعزة وجاه. ومن رأى أنه يقطف الكرز الأحمر في الحلم يدل على الخير والسرور وتحقيق الأمنيات. وقطف الكرز الأسود يدل على الرفعة والمكانة. جمع ثمار الكرز في الحلم يدل على جني ثروة وأرباح. قطف ثمار الكرز الفاسدة في المنام تدل على مال حرام يدخل إلى الرائي. وقطف الكرز قبل نضوجه في الحلم يدل على الاستعجال على الرزق. أما قطف الكرز وأكله في المنام يدل على الانتفاع بالمال في أمر مفيد. وإذا رأيت أنك تقطف ثمار الكرز للبيع في الحلم يدل على خسارة الأموال وذهابها للغير. شجرة الكرز في المنام للرجل تدل على الزواج والعائلة، ومن رأى أنه يقطف الكرز يدل على نيل ثمرة عمله. رؤيا شجرة الكرز للعزباء تدل على السعي بجد وعناية، ومن رأت أنها تقطف الكرز في المنام فإنها تحقق أمر تنتظره. أما شجرة الكرز في المنام للمتزوجة تدل على العائلة والأبناء، وإذا رأت أنها تجمع الكرز يدل على تجميع ثروة وتدخر الأموال. وعندما ترى الحامل شجرة الكرز في المنام تدل على العائلة الكبيرة، وإذا رأت الحامل أنها في بستان من الكرز يدل على السعادة والسرور. رؤيا شجرة الكرز المقطوعة في المنام للمطلقة تدل على ضياع عائلتها، وإذا رأت المرأة المطلقة أنها تقطف الكرز يدل على نيلها ما تتمنى. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.